أثناء سيرهم التوى كاحل صبي فجأة، كان الألم شديدا فاضطر للجلوس، صرخ طالبا التوقف لكن لم يستطع أحد مساعدته لأن الجميع كانوا مشاركين في لعبة مشي خطير. بهذه المسابقة كان التوقف ممنوعا، إذا توقف أحدهم يوجه الحكام إنذارا، 3 إنذارات عن الموت. والأكثر رعبا عدم وجود خط نهائي. شارك العديد من الأشخاص في هذه اللعبة لكن في النهاية لم ينجي سوى شخص واحد يسمى الفائز، ويمكن أن تلبى له أمنية واحدة ويحصل أيضا على مبلغ من المال. في البداية لم يكن أحد يعلم الخطر الحقيقي للعبة، كان الجميع يحلمون بحياة أفضل، لذلك قطعوا الأميال الأولى بسرعة. فجأة شعر الصبي بألم حاد في ساقه، لم يستطع الوقوف. بعد 3 إنذارات مات. عند رؤية ذلك شعر جاك بخوف شديد، لكن كارل أمسك به بسرعة. عند هذه النقطة قطعوا بالفعل 60 ميلا. كان معظم الناس منهكين وبدأت أجسادهم تخونهم. حاول البعض الفرار لكنهم لقوا حتفهم. مع حلول الليل هطلت أمطار غزيرة واشتد البرد وأصبحت الطرق خطرة، ومع ذلك نجى بعض الناس وتمكنوا بطريقة ما من اجتياز يوم آخر. ثم بدأ جون يشعر بألم في معدته، ربما برد الليل أمرضه. لم يكن لديه سوى 8 ثوان لقضاء حاجته، إذا ذهب فسيتلقى تحذيرا، ولم يكن هناك وقت لتنظيف نفسه، فاضطر الجميع لتحمل الرائحة. يوما بعد يوم ازدادت الظروف قسوة. بحلول اليوم الخامس لم يتبقى سوى 6 أشخاص، مات الباقون على الطريق. عند عودتهم للمدينة رأى جاك والدته بين الحشود، أراد الركض إليها لكن جون أمسك به في الوقت المناسب، وإلا لكان يعني الموت. بدأ أنف جون ينزف، شعر أن أعضاءه تضررت بشدة. أعطى قلادته لرفيقه ثم توقف عن المشي تاركا ألمه يزول أخيرا. عند بلوغهم مسافة 326 ميلا تبقى 3 متسابقين. استمر الحكام بالسخرية وازداد ضجيج الجمهور. شعر جون بدمه يملأ رئتيه ودعا الجميع أخيرا، ثم دوى صوت طلقة من الخلف. لم يبقى سوى كارل وجاك. استمر الحشد في التزايد. أخيرا حانت اللحظة التي ترك فيها جاك كارل خلفه. أصبح آخر من بقي. شهق الجمهور وأعلن الحكم. الفائز جاك حصل على أمنية واحدة ومبلغ ضخم من المال، لكن ذكريات اللعبة ستبقى معه إلى الأبد.